نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في آية في القرآن بتقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تعرفوا إيه هي الحسنى؟ وتعرفوا إيه هي الزيادة؟ وهل تعرفوا إن في سوق في الجنة هنجتمع فيه كلنا كل يوم جمعة إن شاء الله؟ وهتعرفوا إن إحنا هنشوف وجه ربنا الكريم. هقول لكم كل الحاجات الجميلة وكل المبشرات الطيبة وكل الحاجات اللي تحببنا في الجنة وتفرحنا بالأعمال الصالحة وتحببنا في القرب من ربنا سبحانه وتعالى. هقول لكم كل الحاجات الحلوة دي في الفيديو القصير ده. بس صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من الناس. واللي ما اشتركش في القناة يشرفني وينورني ويشترك فيها. واكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات وكنتوا عارفين المعلومات دي ولا لا. اشتراككم في القناة يشرفني ويسعدني، والتعليقات والشير واللايك بيوصل القناة لحتة تانية خالص وبيوصل الفيديوهات لناس اكتر، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. اعملوا ده بنية نشر العلم ان شاء الله. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى للناس اللي في الجنة كلهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فالناس ترد على ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله الحجب ونرى وجه الله الكريم نور على نور. اللهم ارزقني وإياكم رؤية وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الجنة كمان يا جماعة سوق اسمه سوق الجمعة بيجتمع فيه أهل الجنة كلهم. كل أهل الجنة بيجتمعوا فيه. فلما نروح الجنة بقى الستات تروح في مكان والرجالة تروح في مكان وكل واحد يشوف هو عايز ايه. فسبحان الله تنكشف الحجب ويتجلى علينا ربنا الكريم سبحانه وتعالى بوجهه الكريم فنرى وجه الله الكريم. فسبحان الله في اللحظة ديت لما نشوف وجه ربنا ونور ربنا يتجلى علينا من نوره فنزيد بهاء وحسن وجمال. وسبحان الله لما الراجل بعد كده يقابل زوجته تقول له والله لقد زدت جمالا بعد أن تركتك، وهو يقول لها والله لقد زدت جمالا بعد أن تركتك. فتخيلوا لما نشوف وجه ربنا الكريم يهل علينا نور من نوره وجمال من جماله سبحانه وتعالى. في حديث صحيح في صحيح مسلم، والحديث ده مذكور في أكتر من موضع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا يأتونها يوم الجمعة فتهب ريح الشمال فتحسو على وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا وبهاء. فيقول لهم أهلهم عند لقائهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا بعدنا. ويقول الرجل لزوجته والله لقد ازددت حسنا وجمالا بعد إذ تركتك. فإيه الجمال ده وإيه الهنا اللي احنا فيه ده. اللهم ارزقني وإياكم الجنة وما في الجنة، وارزقنا يا رب رؤية وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارزقنا صحبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لقاء أحبتنا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حبيت أبشركم بالجنة وسوق الجنة. ربنا يرزقني وإياكم يا رب اللقاء في أسواق الجنة إن شاء الله. أشهد الله أني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.